بيكم متابعين قناة مشاوير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حبيت بقى النهاردة اخدكم كده على كارفور علشان نشوف العروض اللي هم عاملينها في رمضان. بصراحة اول ما رحت لقيت الاسعار نار نار نار، يعني حاولت اصور لكم على قد ما اقدر العروض اللي موجودة و... وقمر الدين وكده. ولقيت بقى حاجة كده يا جماعة اختراع، يعني عاملين قمر الدين بالمانجا وبالجوافة وبالمشمش. يعني انا اعرف ان قمر الدين ده كان بالمشمش، يعني موضوع الجوافة ده بقى جديد. تقريبا سعره عامل 33 جنيه، والمانجا برضو عامل 39 جنيه. عاملين بقى كده يا جماعة هم عروض كده، وحاطينها قدام الناس بحيث ان انت تقدري ان انت توزني لنفسك، تاخدي اللي انت عايزاه وتوزنيه لنفسك وكده. بص، اول حاجة بقى كده لقيت المكرونة هناك. في عروض على المكرونة دي 400 جرام اللي هي المطبخ، عاملة 8 جنيه 75. عندهم كمان انواع زيوت كتير. في الزيت اللي هو الكريستال ده عامل 298 جنيه، ده 3 لتر. وكمان في كريستال عباد الشمس عامل 345 برضو، ده يا جماعة 5 لتر. في كمان عرض كده على الصلصة الأمريكانة، عاملة 24 ونص. في زيت السلايت عامل 115 و165 على أساس يعني حجم العبوة بقى. عندهم كمان انواع كده من الرز. عندهم الرز ده رز نضيف قوي، عامل هم كاتبين عليه 24 جنيه و95 قرش، قال يعني عشان ما يوصلش ل25 جنيه، بس هو يعني ب25. وفي الرز ده كمان عامل 25 95، يعني 26 جنيه. هناك بقى في ده السكر عامل 18 جنيه يعني 19 جنيه. عندهم بقى هناك عاملين كراتين كده رمضان معبينها هم. دي محتويات بقى الكرتونة. دي كده فيها حوالي 5 اكياس مكرونة، فيها كيس واحد رز وكيس واحد سكر وكيس فول وكيس ملح. هي العبوة دي المحتويات بتاعتها دي عاملة 100 جنيه. عشان الناس اللي بتعمل بقى كراتين رمضان وكده بيبقوا عايزين ياخدوا ايه العلبة جاهزة. لا، دي عاملة يا جماعة 120 جنيه. في واحدة تانية فيها عدد حاجات اقل، يعني فيها 3 اكياس مكرونة بس، هي دي اللي عاملة 100 جنيه. في كمان بقى المناديل دي 3 كده مع بعض عاملين 59 جنيه. وفي البابية اللي هم الستة مع بعض دول، 6 كده علب مع بعض عاملين 130 جنيه، 131 جنيه. وفي كمان عاملين عروض بقى على الكولوريكس، الالوان كلوريل ابيض والالوان عامل 55 جنيه. في مساحيق بقى هناك يا جماعة كتير، اشكال بقى الاوكسي والاريال والعادي والاوتوماتيك. وفي بقى عروض كده ازازة كلور وعليها كيس كده ابيض برضو هناك. عروض كتير بصراحة على المساحيق يعني. ده برسيل الجل عامل 129 جنيه. والبرسيل ده يا جماعة برضو 6 كيلو عامل 255. قمر الدين بقى اهو، في كذا لفة من قمر الدين. في حاجة عاملة 44، وفي حاجة عاملة 18 جنيه، وفي كمان حاجة تانية عاملة 45 جنيه. يعني ده البارون بصراحة كان نظيف جدا، وده كان عامل 50 جنيه. ده بقى عندنا هنا كده البندق وعين الجمل، بس ده كده مش متقشر يعني. اسعار برضو ليه كتير، يعني اللي هو اللي مش متقشر ارخص شوية. في زبيب بقى اشكال وانواع من الزبيب، في الفاتح والغامق والاحمر واللي هو الصغير، وفي حاجات مستوردة وحاجات مصري. اسعار كتير موجودة. في كمان الرز ده كده رز بسمتي. الرز البسمتي ده برضو كان نضيف قوي يا جماعة، ده كان عامل 39 جنيه الكيلو طبعا. وده كده فول. في بقى عروض على التمر، دول علبتين تمر كده سيوي برضو حاجة نظيفة، عاملين 100 جنيه. وده تمر برضو اللي هو ابو عوف، ده كان عامل 52 جنيه.
في حاجة تانية كانت عاملة 39 يعني حوالي 36 جنيه. ده كده برضو كانت علبتين كده كبار مع بعض عاملين 100 جنيه. الزبيب بقى بانواعه كله انا صورته لكم بالاسعار بتاعته. ده كده يا جماعه سعر الربع كيلو، يعني بتوزني ربع كيلو نص كيلو، بس ده اسعار الربع كيلو. ده بلح، وفي كمان بلح العراقي اللي هو بيبقى نص ونص، ده اللي هو ده برضو ده نضيف جدا، ده عامل 50 جنيه للكيلو. بصراحة الأسعار برضو يا جماعة غالية في كارفور. فتح الله برضو نفس الأسعار تقريبا. الأسعار متفاوتة بقى على حسب الحاجات وجودتها ايه. بس عموما الأسعار يعني غالية. وطبعا كل حاجة دلوقتي ولعت يعني، فأنا حبيت بقى أوريكم العروض اللي موجودة علشان لو حد حابب يروح يجيب حاجة من هناك يبقى عنده خلفية.